السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بدأ الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم لي كيش بواحد الحشوة كيجيو هائلين وبنان. ما عليكم الا تابعوا معايا ان شاء الله الطريقه والمراحل ان شاء الله باش تصدق معكم. ما تنساوش واحد التعليق زوين وبارطاجيو القناه ان شاء الله باش توصل مليون ان شاء الله باذن الله. كنشكر المشتركين كما كنرحب بالمشتركين الجدد وبالصحه والراحه. بسم الله توكلنا على الله. بالنسبه للمقادير ان شاء الله اللي كنحتاجو الحشوه ديال لي كيش، اول شيء هنايا صدر الدجاج مقطع شرائح صغار كما كتشوفوا. عندي هنايا بصله كبيره مشلطه، فلفله حمراء، جوج فصول ديال الثومه الا ممكن ديروا الثومه بودر، معلقه كبيره ديال المعدنوس، الزيتون، جوج فرماجات، جوج بيضات، لاباري كنحتاجوا لها جوج فرماجات، جوج بيضات، دانونه مسوسه، وخميره، نص خميره اللي غادي نستعمل، ونص معلقه ديال النشا، والفرماج ضروري حتى هو الفرماج ربي. هادو هما التوابل. كنحتاج سكينجبير وشويه البزار وشويه الملحه. شوفوا معايا الطريقه ان شاء الله ديال التحضير. كناخذ واحد المقلاة ونوضع زيت المائده ولا زيت البلديه، وغادي نوضع بصله كبيره مشويده هي الاولى، وغادي نضيف الثومه تنزلنا مزيان، عاد غادي نضيف الفلفله، غادي نضيف الثومه، ممكن ديروا الثومه بودر، نخليها تنزل، عاد غادي نضيف من بعد ما نزلت البصله مع ديك التويمه غادي نضيف فلفله كبيره مقطعه، وغادي ندير العطريه، سكينجبير، معلقه صغيره هكا ديال السكينجبير، بسم الله، البزار، غادي نضيف الملح، صافي ضفت التوابل، نحرك مزيان، نضيف معدنوس، وغادي نضيف صدر الدجاج اولا لادان، انا استعملت لادان مقطع هكا شرائح هكا، ونخلط مزيان، نخليه نغطي عليه ونخليه يطيب. غادي نصاوب معكم لاباري غادي نديرو معاه الحشوه. كنستعمل جوج بيضات بسم الله متوسطين الحجم، وغادي نستعمل جوج فرماجات، شويه ديال المعدنوس، وغادي نستعمل دانونه مسوسه،
عندنا نص ديال الخميره ديال الحلوه، نصها. غادي نضيف قليل من الابزار، غادي نضيف النشا، نص معلقه ديال النشا اولا معلقه. نحرك هذا الشيء مزيان، هاد البلاصه غادي نضيف. عفوا عندكم الثومه بودر ضيفوها، ما عندكمش ديروا واحد البسيط ديال الثومه. هي صغيره ماشي كبيره. نحرك مزيان، ضروري نتحركوا هاد العناصر مزيان. عفوا الملحه ما ضفتهاش، غادي نضيف شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه ما غاديش نضيفها حيت الزيتون عندي مالح. ديروا قياس الملوحه ديالكم، راكم عارفين الحشوه درت لها الملحه، ما نقدرش ندير هنايا انت ملاح ليها بزاف. صافي انا حركت هاد العناصر. طيب الحشوه نضيف عليها. من بعد كيما شفتوا هاد اللدان مع البصله دخلها الطياب، صافي راه طابو قربوا. غنضيف الزيتون مقطع، نخلي هاد الشيء غير يتعسس وبعد نطلع. صافي الحشوه ديالنا تعسلات، داك لدان مع الزيتون والبصله غادي نخليوها تبرد ومن بعد نضيفوها على لاباري اللي وجدنا. هاد الحشوه غادي نكبها فوق لاباري ديالنا. نحرك مزيان باش ينسجم لنا المكونات. وصافي غادي نبدا نعمر بهم. هنايا عندي العجينه ديال الكيش، ان شاء الله غادي نحطها معكم في القناه وجدتها غير في الدار، كتجي ناجحه هانتوما كما كتشوفوا. صافي غادي نعمرهم. بسم الله. نخلط هاد الحشوه مزيان مع ديك لاباراي ونبقى نعمر بحال هكا. بحال هكا كما كتشوفوا. بالنسبه للفران شعله غير لتحت، نخليهم يتشمعوا لنا، راهم طيبين، بقى لهم نص طيبه ونعاود ننزلهم لتحت يطيبوا. عاد غادي نضيف عليهم ان شاء الله الفرماج يذوب عليهم. هانتوما صافي عمرتهم بحال هكا كما كتشوفوا.
صافي غادي ندخلهم الفران الفوق شاعلين غير لتحت يتحمروا شويه كما شفتوا انا طيبه العجينه يعني واجده العجينه ديال الكيش وينزلوا لتحت يتحمروا شويه عاد غادي نضيف لهم ان شاء الله الفرماج يذوب عليهم. من بعد ما طابوا لنا كما كتشوفوا غادي نضيف عليهم الفرماج غير يذوب الفرماج صافي. ندير شويه هكا فرماج فوق صافي. غادي نستمر هكا وندخلهم الفران يذوب عليهم الفرماج. بعد ما خرجتهم من الفران داب عليهم الفرماج كما كتشوفوا صافي ها هما طايبين من الفوق ومن الداخل. صافي كنحط لهم في صحن التقديم وبالصحه والراحه.